قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإمام ضامن. ضامن لماذا؟ هذه مسألة لأهل العلم أيضا بحث طويل وكلام في تفسيره، والذي يظهر بأن الإمام ضامن للمأمومين، سواء في مسألة الدعاء لهم فإنه لا يدعو لنفسه فقط، وإنما يدعو لمن خلفه كذلك، وكذلك يتحمل عنهم ترك الواجبات والسنن والمستحبات، فالإمام يتحملها عن المأموم. فلو أن مأموما لم يقل سبحان ربي العظيم في الركوع تحمله الإمام، أو لم يقل رب اغفر لي بين السجدتين على مذهب من يرى وجوبها تحملها الإمام، أو ترك أي واجب من الواجبات، وكذلك السنن. وأيضا هو ضامن لسلامة صلاة من خلفه. ولهذا لأهل العلم كما سيأتي معنا شروط في مسألة الإمامة، ويشددون في مسألة العدالة، عدالة الإمام، عدالة الإمام.